اهلا وسهلا بيكم في قناه يوميات عبد الحميد وجهاد ونسوم. وحشتونا جدا جدا، ضرب نار. هنشوف المفاجآت في الفيديو الجامد ده. انتظرونا عروض جامده جدا ومش عارفه انا بقول ايه، بس انا عايزه النهارده بص هنعمل فيديو جامد عشان انتوا حبايبنا، فهنجهز لكم فيديو جامد النهارده بمناسبه عيد ميلاد جانا بنتي. اصل النهارده يوم مش عادي طبعا، النهارده زي النهارده كده استغفر الله العظيم يا رب، اتولد احلى قمر في الدنيا جانا بنتي حبيبتي، ربنا يخليها ليا ويهديها يا رب، واشوفها احسن حد في الدنيا كده ان شاء الله هي وادم. والشيطان بتاعنا اسمها جانا كمان. عايزه اقول لكم بس قبل بقى ما نقدم لكم ده كله، ما تنسوش تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس ولايكات يا جدعان، لايكات. وازيكم بقى يا متابعين؟ طبعا دي اختي حبيبتي واجيب لها كل حاجه هي عايزاها. اقول لها ايه يا ملك النهارده؟ كل سنه وانت طيبه يا احلى اخت في الدنيا. فاحنا بنعمل تجهيزات دلوقتي، فاحنا هنبدا التجهيزات بقى عشان ما نطولش عليكم، وهتشوفونا دلوقتي واحنا بنجهز. عايزه اقول ان احنا بقى بنستغل الوقت ان جانا عندها دروس كتير والدروس بدات وكده، فحبينا ان احنا نجهز الحاجات الجميله دي ما شاء الله، ونعمل بقى احلى عيد ميلاد ليها. وعايزه اقول لكم والله العظيم يعني اليوم ده طبعا مش هينفع يعدي عادي، احنا كلنا عمالين نحسسها ان احنا مش هنعمل اي حاجه. وعايزه اقول لكم برضو انا فعلا والله ما كنتش هعمل عيد ميلاد خالص، طبعا كان عندنا ظروف خاصه كده، يعني برضو ما كانش ينفع ان احنا نعمل حاجه، وبرضو انا ما زلت، بس انا يعتبر زي ما بيقولوا كده بالبلدي همسك العصايه من النص عشان نفرحها وما مش هزعل جنى. انا هزين الشقه واظبط الدنيا واجيب لها التورتايه واجيب لها الهدايا بتاعتها وكل حاجه، بس مش هقدر اعمل اكتر. وهي تهيأ زمايلها شويه كده على الماشي خاصه طبعا ايه، ما ينفعش ان احنا نتعداها، فان شاء الله تفرحوا معانا وتشوفوا بقى التجهيزات والبلالين والحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها. وعايزه اقول لكم بقى دي شجره جميله قوي برضو لقيتها بتتباع، تقدري تحطي الالوان اللي انت لايكات كتير، احلى متابعين في الدنيا. عايزه اقول لكم بقى كله اللي هيدخل معانا الحلقه ان شاء الله ويتفرج عليها هينبسط جدا وهيفرح جدا، لان عاملين مفاجآت جامده جدا جدا جدا، وده اول فيديو في سلسله الحلقات بتاعتنا، هنعمل حاجات جامده جدا جدا. فيلا بينا يا جماعه عشان نبتدي التجهيزات. عملنا ايه بقى؟ المفروض ان انا عبال ما كنت بجهز بقى وكده علشان هنصور، الولاد يعني نفخوا البلالين هم، ولسه برضو بص هوريكم برضو عندنا اهو. انا طبعا شايله السجاد من الشقه وشايله كل حاجه اهو، البلالين اهي بصوا يا جماعه، جايبه الوان كتير وحاجات. انا لسه بصراحه مش عارفه ايه الافكار اللي انا ممكن اعملها، بس انا حاسه ان شاء الله هنعمل ايه ديكور حلو جدا وهنفرح جانا ان شاء الله. دي برضو الستاير اهي، جبت اسود وجبت ذهبي وعندي فضي، فهنظبط وهقول لكم بقى مع بعض كده. عايزه اقول لكم يعني انا لسه مش في دماغي فكره. لسه بقى هنبدا دلوقتي بقى نرص بقى البلد بقى، نجهز بقى واكيد برضه مش انا الوحيد اللي مش هقول. وادم طلع عرفه. بص بقى بصراحه انتوا مش غلط، انا كنت قاعد ورا الكاميرا كنت جعان يعني، قعدت اكل وخلاص، يعني جينا مش هطير اختي، يعني اختي يعني لسه بكره يعني، فانا قعدت اكل خلاص ظبطت كرش الحمد لله، جيت اسلم عليكم بقى الله كل سنه وانت طيبه. بس عليك يلا يا جماعه اشتركوا لنا في القناه وفعلوا، مش عايزين نطول عليكم ويلا نخش نشوف بقى. طبعا هنبتدي انا والله مش عارفه احنا هنبتدي منين او هنعمل ايه، بس اكيد هيبقى في فكره حلوه، لان طبعا الموضوع ده معمول بكل حب. وعايزه اقول لكم وهنبدا دلوقتي نعلق الستاره دلوقتي، هوريكم بقى نعلق ازاي. هتعمل كده بسم الله. واحنا عايزين نحدد، ايوه احنا عايزين نخلي دي عاليه تمام. نظبطها دلوقتي نعلق الستاره. اسمعيني طيب. بسم الله. هنبدا دلوقتي بقى نعلق لجانا الستاره ديت بقى، ماشي. يمسك حد يتعلق هنا وجانا شد اللزقه دي كده. عايزه اقول لكم اللزق بتاعها بيبقى مش قوي قوي، ممكن برضو ان احنا ايه جايبين برضو بكر لزق اهو شفاف مش هيبقى باين، ممكن برضو ان احنا نعمله كده الطول كويس. لا بس مش مظبوطه، ارفع ايدك من هنا ونزل ايدك، يا اما تنزل ايدك هنا، ايوه كده بسم الله. تمام. والله ما هي كده دي مايله بقى، هات من ايدك الناحيه دي نزلها سنه بس كده. لا ما عايزه ابص يا ابو جنى كده، يعني رايح جاي ايدك عليها كده عشان خاطر اللزق يثبت. ايوه
دلوقتي يا جماعه بقى جهزت منظر كده زي البلالين كده مجموعه مع بعض ماشي. فابدا بجهز بيهم بقى حاجه كده حاجه في حاجه زي تجهيزات، وابدا الزق على طول يعني زي كده. بجهز مجموعات البلالين ماشي زي كده، ابدا اجهزها ثانيه ماشي. وحتى بقى شوف انا عملت الستاره برضو جهزتها زي كده ماشي. يعني حاجه في حاجه ببدا اجهز مجموعات عشان ابدا اعلقها على طول. عايزه اقول لكم بقى ان شاء الله الشكل يبقى جميل، واحنا مش في دماغنا حاجه معينه بس احنا هنشوف ان شاء الله هيبقى. انتوا هتشوفوا معانا المنظر النهائي يعني. أنا كل حاجه بعملها دلوقتي هوريكم انا هعمل ايه دلوقتي وبالتجهيزات، وهعمل ديكورات برضو حلوه. فحاجه في حاجه انا هوريكم انا بعمل ايه، وتابعوني برضو وهنشوف الدنيا دلوقتي حلوه تمام. ماشي. ايه رايكم في المنظر الجميل دوت؟ عايزه اقول لكم ان انا يعني ما كانش في دماغي فكره معينه ان انا هعمل ايه اهوت، بس بحاول ان انا اكمل. وبالصدفه بقى افتكرت ان انا جبت البوست بتاع جنى وهي كان عندها سنه اول عيد ميلاد ليها اهو. عايزه اقول لكم ان انا كنت شايلاه، فحبيت ان انا اعمله كده عشان اصحابها اول ما يدخلوا يشوفوها كده في الوش بقى وبصوا يعني مساء التنمر. بصوا كانت لسه والله حتى ماليها سنه ولا اي حاجه اهو. ده كان اول عيد ميلاد عملناه لها فعلا، وحبينا نوثق اللحظه زي ما انتم شايفين كده مع بعض. هنكمل الديكور ونوريكم عملنا ايه كده يا جماعه. بصوا بقى شوف انا عملنا ايه. ادي اول الديكورات بقى كده جايه على الصور ماشي، على البراويز على صوره جانا. عملنا برضه حوالين صوره جانا كده وبتاع الورده البوكيه. بصوا بقى عملنا في السقف ايه بقى، يعني شغل جامد. يقولوا لنا برضه في التعليقات عندكم ان شاء الله، برضه اكتبوا في التعليقات بنعرف نعمل ديكورات اعياد ميلاد ولا لا، عشان برضه بنحب ناخد ارائكم في كل حاجه بنعملها. وشوفوا المنظر كده اهو. بصوا يا جماعه والله احنا حاولنا نعمل على قد ما قدرنا. طبعا احنا في ناس ما شاء الله الساعه دلوقتي 3:30 الفجر التجهيز يعني وبتاع، بنجهز اهو. الشغل ده كله. في ناس ما شاء الله عندها خبره طبعا لتنظيم الحفلات والحاجات دي، بس احنا حبينا نعمل كل حاجه بايدينا اهو. بصوا يا جماعه الجمال اهو. يا رب الشكل يعجبكم في النهايه اهو. ايه رايكم بقى حبايب قلبي بقى؟ انا عايزه اقول لكم اصلا شهر 9 ده شهر مميز عندنا، لان في عيد ميلاد جنى وعيد ميلاد بنتي التانية هي هاجر. احب اقول لهم كل سنه وهم طيبين، وعيد ميلاد اختي الكبيره وعيد ميلاد اختي ام كريم، ربنا يحفظها ويجيبها لنا بالف سلامه يا رب. عايزه اقول لكم بقى يعني شهر مميز ما شاء الله. وهي برضه مش عايز تقول لكم ان برضه عيد ميلاد شهر عيد ميلادها هي الاخرى ان شاء الله 12/9 باذن الله. انا عيد ميلاد ام جانا. ما بحبش موضوع الاعياد الميلاد ده يعني، بخصوص انا بالنسبه لي ان انا اعمل عيد ميلاد والله مش بحب الموضوع ده خالص. بس انا بقى جايه اقول لكم النهارده عيد ميلاد جنى 1/9 وعيد ميلاد هاجر اللي هي بنتي التانية او بنت اخويا وسلفتي وحبيبتي وكل حاجه في الدنيا. عيد ميلادها 3/9 يعني يعتبر التاريخ مقارب، بس عندنا بقى يعني صادف في التاريخ ده ان صاحبتها هتتجوز انتمتها طبعا، فهي مش موجوده. هي موجوده عندنا في بنها يعني، راحت عشان بقى عايزه اقول لكم بقى ايه. فكرت ان التاريخ قريب جدا من عيد ميلاد جنى، فانا والله نيتي وانا بجهز الحاجات دي مش بس بعمل عشان خاطر عيد ميلاد جنى او حاجه لوحدها بس، لان انا دول بناتي الاثنين. هاجر انا مربياها طبعا على ايدي، وبرده جنى، فحبيت بما ان هي مش موجوده وهتيجي يوم السبت اللي هو يوم عيد ميلادها بالظبط، حبيت برده وانا بعمل الديكور ده يعتبر لجنى والهاجر في نفس الوقت، وهفكر بعمل لها حفله ونعمل لها حاجات جامده جدا جدا، وان شاء الله يا رب تعجبها. واحب اقول لك يا هاجر كل سنه وانت طيبه، واحب اقول لاختي الكبيره ام عبد الله كل سنه وانت طيبه برضه عيد ميلادها الشهر ده، ودعاء اختي ام كريم كل سنه وهي طيبه حبيبتي. واحب اقول لك انت رخا كل سنه وانت طيبه، يروح قلبي برضه 12/9 وعقبال مليون سنه سعيده تكوني حلوه معايا ان شاء الله. يا رب جميله وخير على الناس كلها وتبقى حاجه جميله ان شاء الله. فبحب اقول لكل اللي عيد ميلادهم في شهر 9 كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله بقى هنعمل لكم مفاجآت جامده جدا. وكده يا جماعه خلصنا التجهيزات بتاعه الشقه بتاع عيد ميلاد جانا. شوفوا يا جماعه الدنيا عامله ازاي، اوريكم بقى الديكور كامل. شوف بقى الدنيا عامله ازاي، شغل جامد حاجه جميله. عملنا بقى هنا برضو عشان هي وزمايلها هتقعد هنا برضو، فكده بقى شوف الديكور كامل بقى عامل ازاي.
بصوا يا جماعه، حاجه بقى جميله كده، الديكور بقى كله جاهز كده بقى لاحتفال بعيد ميلاد جانا. وان شاء الله عجبكم بقى يا جماعه الفيديو بتاع التجهيزات ده. اكتبوا لنا في التعليقات تقييمكم ايه، وقولوا لنا في التعليقات ايه رايكم في التجهيزات الحلوه اللي احنا عملناها ديت، واشتركوا لنا بقى في القناه وفعلوا الجرس عشان نقول لكم كل حاجه جديده. وانتظرونا في الفيديو الجديد بتاع عيد الميلاد، مفاجاه جانا وهداياها الحلوه كلها. ويلا مع السلامه.